طيب يا شباب، فيديو جديد ونسخة واتساب جديدة. ففي بداية الفيديو كده عايزين نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صلي على النبي في كومنت، صلي على النبي في سريرك، صلي على النبي، أهم حاجة تصلي على النبي. المهم ولايك كده يا اسطى عشان الفيديو ينتشر لغيرك والمهم لايك كده يا اسطى عشان الفيديو ينتشر لغيرك، ولو انت مش مشترك اشترك. انا قلت لغيرك ولا غيرك؟ المهم لايك كده يا اسطى عشان الفيديو ينتشر لغيرك. تاني ثانية معلش. طيب لايك كده يا اسطى عشان الفيديو ينتشر لغيرك، واشتراك لو انت مش مشترك عشان احنا بننزل حاجات عظمه. وتابع بقى عشان تعرف ان النسخه انا مقدرك فيها، مش ده في باسورد، مش ده في اي حاجه. فانت المفروض تقدرني بقى وكومنت ليا زيك، ويلا بينا على الفيديو. النسخه قلب اخوك هتظهر بالشكل ده، نبدا كده نخش عليها. تفتح معانا كده نسخه فخر من الاخر، نسخه فخر من الاخر. المهم النسخه يكون عندك اخواتي والستيت مين. استنى كده يا اسطى، بص هو كتب مهنجين، ما تشغلش بالك. المهم احنا عم يفرق معانا دلوقتي ولا عايز تسرق النسخة فيها اخواتي والستيت والمهنجين اللي هو الكلات يعني وكده. فلو عايز تفصل الجروبات عن الشتات هخليك تفصلهم دلوقتي. عندنا اول حاجة كده يا اسطى، لو دوسنا على 3 نقط مميزات جديدة، لو دوسنا على المميزات الجديدة دي طبعا عندك هنا فتح كذا نمبر. لو دوست كده عليها ممكن تفتح كذا نمبر. طبعا دي مش ظاهرة كده باللون، يعني عشان ايه؟ اللي عامل النسخة عاملها باللون الابيض. فلو انت شفت النسخة هتشوف يعني انت لما تثبت النسخة هتشوف الحاجات. عندك رد تلقائي، رد تلقائي للرومات، الناس عامله لك البلوك، تمام، عادة التوجيه. فبعد كده اتكلم نمبر مش مسيف، لو عايز تكلم نمبر مش مسجله عندك. بعد كده يا اسطى عندك اعمل روم، اعمل بي سي، واتساب، ويب، مسجات لطيفة، وضع الطيران. لو دخلنا على اعدادات الروم عندك يا اسطى الخصوصية. عندك أول حاجة في الخصوصية إخفاء الظهور وإعادة التوجيه، وخصوصية الستوري والكولات، وهيد الستيت، منع حذف الستيت، اسمع الفيديو لحد الآخر عشان تعرف ازاي تحمل الستوري، ومنع سرقة الستوري وكده، ومنع حذف المسجات، ومنع تنزيل الملفات، وإخفاء الريبلي على الستوري، تمام، وجهة الاتصال، وسهرات، والبي سي. لو عايز تعمل هنا باسورد قلب اخوك. عندك بقى المحادثة، تعالى كده بص هشقلبك بقى النهارده. عندك مخالفات الواتساب، ده لو عايز تمسح مخالفة مش مخالفات، لا هي نمرة عربية اللي انا بقوله ده، المخلفات يا اسطى مش مخالفات، معلش. وعندك برضو مخلفات الاستخدام، منع التنزيل. طيب عندنا بعد كده نسخة احتياطي، لو عايز تركب ملف بسرعة وتخربها انت يا نجس. عندنا بعد كده تغيير ستايل النسخة، تمام. عندك لو عايز تغير ثانية كده بقولك فعل ده عشان تقدر تعمل يا اسطى معلش، بقولك فعل ده عشان تقدر تعدل الزراير، تمام. فعل ده عشان تظهر صورة البروفايل، تصغير وتكبير الصورة، تصغير وتكبير الصورة مش حاجة تاني. تصغير وتكبير الصورة، تغيير حجم الرسالة، تغيير لون دائرة المتصل، إشعار إن صاحبك متصل، تمام. تغيير مكان إشعارات المتصل، تغيير لون خلفية المتصل. أنا عايز أغير لون خلفية المتصل ده، ثانية. بص أنا عدل شوية حاجات وأجيلك. طب أنا غيرت مين المتصل والحاجات دي، غيرت الألوان، أنت برضه تغير الألوان مع نفسك، تمام. وإشعار إن صاحبك شاف الستوري، وتغيير مكان الإشعار المتصل، وتغيير لون خلفية المتصل، وتغيير دائرة المتصل، وإضافة صوت إشعارات عند صاحبك، تمام. وإظهار إشعار عند صاحبك، واختار مكان إشعار فين، وتغيير لون خلفية البروفايل. انت عارف ان انا بتهته، بس انا اقسم بالله انا عسان، تمام. فمعلش. المهم تغيير حركة النسخة، تعديل النسخة. انا لو عايز تغير بقى النيم، تمام، لو عايز تغير نيم النسخة، لو عايز تغير نيم الجروبات، ونيم المكالمات، ونيم الشتات، ونيم الستوري والحاجات دي. النيم ده اصلا اللي هو دي، يعني اخواتي والستيت والكلام الفل ده، تمام. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا يا اسطى احنا وصلنا لحد فين؟ تمام. عندنا اضافات الفيروس وكده، تمام. عندك زرار تشفير الفيروس، عندك 2 و2 4 5، عندك 2 و2.
عندك 2 و2 4 5 6 زراير، وعندك دي كلها برضه زراير اهي. تمام، زي ما انت شايف دي كلها متفعلهاش يا اسطى غير لما حد بيرمي عليك ايه فيروسات، او انت بترمي على حد ادمن فيك يا اسطى. وزر تفكيك شتات، تمام، وزر حذف رسائل من نسخة تلقائي، وزر حذف كونكت جهاز الاتصال، وزر رفع المعالج منع تهنيج، وزر عمل بتوثيق جروب، وحذف جميع الستوري، وزر إلغاء المنشن فيك، وزر إظهار الرسالة بتاعتك، وزر إنهاء الرومات. تمام، ابعت رسالة في الجروب مشرفين فقط، اكتب رسالة هنا رد على الناس في الجروب، وزر منشن فيك، وزر بوت كونكت حرق النسخة، وزر تصفية الجروبات برسالة وكلمة. حاجات عظمة يا اسطى. بعد كده عندنا بقى يا اسطى اضافات النسخة. عمل الانستجرام وكده، قصدي تغيير شكل الصفوف، تغيير شكل النسخة، اخفاء مكان الارشيف، اختار اونلاين مش اختبار حمل يعني ولا إيه؟ اختار اونلاين. تمام، وفصل الجروبات عن الدردشة، فتح كذا حساب على الواتساب، إظهار علامة وضع الطيران، تعطيل ضغط على كلمة السر. لو رجعنا كده هتلاقي الجروبات اتفصلت اهي. تمام، وده يا اسطى الشكل الشات من جوه. نكتب برضه نمبر مش مسيف، وده شكل الشات. وهنجي شوية بس ايه معلش. لو انت عايز تغير الصورة هتدوس على 3 نقط، بعد كده هتدوس على الريبليو خلفية، وتدوس ان هو تغير الخلفية. ماشي يا قلب اخوك. وبس كده يا اسطى نكون خلصنا كل حاجة. لو في حاجة واقفة قدامك اكتب لي كومنت.